جيد تعزية هذا اعتزاز بكل شيء مع الدنيا مع شمر الله يحفظكم، الله يحفظ ولي العهد وملكنا ووزير الداخلية، ونهني الأمير سلمان والأمير أحمد بالمناصب، ونهني شعب المملكة بالأمراء الذي الواحد يعجز كيف يوصفهم ولأي مستوى يعني كيف يعرضهم. إن الأمير سلمان سيدي سلمان حفظه الله حين شاهدناه وأنه هو الأمير العادل والشيخ القبيلة المتواضع، وهذا وصف الأمير سلمان. والأمير أحمد حفظه الله يوم من الأيام، أنا ما أريد أطيل عليكم، تفضل في عجالة، بس من الأمور كنت أحاول أني أصير أخير شخص أريد أكلم الأمير أحمد، وصرت أخير شخص، وجاء شخص يمني وقام يسولف للأمير أحمد على التوحيد وعلى الأمور، والأمير أحمد يهدراس ويقول نعم نعم نعم، لحد ما انتهى هذا الشخص إلى حاله. وهذا الشخص يمكن طول أكثر من نصف ساعة، والأمير أحمد ما قال له أي شيء إلا خلى هذا الشخص اليمني خلص. وجيت سلمت عليه قلت له يا طويل العمر، الرسول يوم كرمه رب العالمين قال له لأنك على خلق عظيم، وهي الأخلاق فوق كل شيء. أنت ابن موحد الجزيرة، ابن الملك عبد العزيز رحمه الله، تستمع لهذا الشخص ويسولف لك على شيء أنت أعلم منه، وأنت يعني أنتم أهل التوحيد، بس هذا من الخلق اللي تحملونه ومن الحلم اللي تحملونه. يعني احنا نهني الشعب ونهني شعب المملكة بحكومته، ونطلب من الله أن الله يوفقهم ويهديهم إلى ما يحب ويرضاه. نعم. وعندي كلام للأمير سلمان الله يحفظه. الأمير سلمان في عجالة الشيخ فيصل. نعم في عجالة الشيخ فيصل. نعم لا شاء الله ما يطول. وقلت له يا طويل العمر، أنا طلعت في مقابلة على الأماكن وتكلمت عن سموكم بما هو حقيقة من أمريكا، وكثر انشغالاته الأمير سلمان يبعث لي بكتاب شكر على اللقاء، إنه شخص متواضع بمعنى الكلمة. ونطلب الله التوفيق ونشكر قناة الأماكن ونهنيهم ونهني شعب المملكة على حكومتهم، ونطلب الله يحفظ سيدنا خادم الحرمين الشريفين وأخوان وعائلة السعود جميعا وشعب المملكة. آمين. الشيخ فيصل الباحث شيخ فضيلة سمر، شكرا جزيلا لمداخلتك. شكرا جزاك الله خير، حفظكم الله. سأستكمل معك الحوار حول الأمير أحمد، ولكن نأخذ هذا الفاصل و